أنا سميتني نزار، عندي 30 عام. أنا الحقيقة العمل ديالي غير في مجال الرعب وما وراء الطبيعة، حيث أنا كاتب قصص وروايات على هذا المجال. اليوم غنحكي لكم واحد القصة بعيدة تماما على داك الشيء اللي كنكتب، حيث هذه وقعت معايا شخصيا، عشتها بكل الأحداث ديالها. كان واحد الحي سكني قريب من الدار تاعي اللي عايش فيها مع مرتي وبنتي. وقعت فيه واحد الحاجة لا تصدق. في واحد الليلة تقطع الضوء غير في ذاك الحي، وبقى الحي في الظلام الليل كامل. تصبح الحال اللي غتكون المفاجأة، كانوا كاع الناس اللي ساكنين في الحي مليوحين في الشارع. واحد الموتى ما تقدرش تشوفها، هل اللي مقطوع عليه راسو، هل اللي خارج مصارنو. المهم واحد الحالة كلشي ميت بدون استثناء، والدم في الحيوط. وكان اللي اكتشف هذا الشيء هو واحد السيد كان دايز تما مع 6 ديال الصباح غادي للخدمة ديالو. جاو البوليس وبداو التحقيق ديالهم، كيسولوا اي واحد. وفي الاحياء الاخرى كيف ماشي واحد لا يكون عنده تما شي صاحبه ولا شي حد من عائلته في داك الحي المشؤوم. ولكن الغريب في الامر ان داك الحي السكان ديالو ما كانش عندهم مع الناس الاخرين والو، عايشين غير بوحدهم. وملي ما بقى لا دليل لا والو، قرروا البوليس يدير واحد السياج عالي على داك الحي باش ما يبقى حتى حد يدخل ليه، وحطات الحراسه عليه. بداو البوليس في الحراسه، ولكن غير صباح الحال دوك البوليس صبحوا مكرضين طرف طرف ومرميين في الارض، وكان مكتوب في الحيط بالدم: بعدوا منا الا بغيتوا نبعدوا منكم. المهم القصه ديالي غتبدا هنا. ملي سمعت بهذا الحي وانا معروف بالفضول تاعي اللي غادي يخرج عليا شي نهار، المهم بديت كنسول في الاحياء اللي حداه، ولكن والو، ما لقيت حتى جواب. بنادم عارف شحال من حاجه، ولكن خايف ومخلوع وما عرفتش مناش. اللي سولته كيدير فيا واحد الشوفه، كيقول لي اش بغيتي عندهم، هما كانوا يستاهلوا ما وقع لهم، هما اللي قلبوا على هادشي. صافي، هذا هو الجواب اللي سمعته اكثر من مره، وهو اللي خلاني انني قررت باش ندخل للحي. ومع الفجر مشيت وهزت في يدي المصباح، وانا غادي نقزت داك الصور اللي كاين تما، وبديت كنتمشى. واحد الريحه خايبه بزاف. زدت شويه كيبان لي واحد السيد واقف وسط الشارع. في الاول ما تقتش، او اش كيدير هذا هنا. المهم كان جاي عندي. ملي وصل قال لي اش دير هنا، شكون خلاك تدخل، ولاش دخلتي لاش. جاوبتو قلت ليه هاك انت معايا هنا، مالك شنو كاين هنا. فهاد الوقيته هي فين صدمني، ملي قال لي بلي راه الوحيد اللي مرحبين به في هاد الحي، واللي دخل لهنايا ما عمره ما غادي يخرج وكيولي منهم. هنا زدت بغيت نكتشف مزيان ونعرف شكون. سولته وقلت لي انت شكون. قال لي بلي هو سميتو محمد، وهو خدام شفار، وكان كيدخل لهاد الحي باش يسرق الديور حيت كانوا خاويين وفيهم شي حوايج غاليين بزاف. ولكن في واحد النهار كان في الدار ديالو تسمع الدقان. ملي سمع محمد الدقان ناض حل الباب، كيعاود ليا وهو كيترعد، وقال لي بلي ملي فتح الباب لقى واحد الجثه من دوك الجثات اللي مرميين في داك الحي. وبالخلعه سد الباب وهرب للبيت ديالو. وفين غادي تولي القضيه اكثر، لقاها جالسه فوق الناموسيه وبدات تدوي معاه. مالك خفتي، انا جيت بغيت غير نوصل لك ميساج من عند سكان الحي، قالوا ليك مرحبا بك في اي وقت، اجي سرق غير اللي بغيتي، ولكن هاد السر يبقى بيناتنا. انا جاوبته قلت ليه ملي هذا سر علاش قلتيه ليا. قال لي بلي راه عيا ومل من هاد الشيء، وهو ولا لاباس عليه من هاد الشيء اللي كيدير، ولكن ما بقاش قادر يصبر من هاد الشيء اللي كيشوف ومعاه من عايش. دوك الجثات قلبوا ليه حياته، وصعيب تعيش مع الموتى. شويه بقى ساكت وقال لي هل اللي القرب دابا تشوف بعينيك. انا بديت كنضحك، قلت له انت اش تقول، حنا دابا يلاه ود الفجر وانت تقول لي قرب. بدا كيضحك وقال لي راه انت اللي مقلوب، راه 7 ديال العشيه هذه. جيت نشوف الساعه لقيت عنده الحق. اوه امتى داز الوقت، ما يمكنش. او الوقت طار. يلا هزيت راسي باش نسولو، لقيتو هرب. بديت كندور تما، شويه لقيت الظلام طاح. اش هادشي، الوقت كيطير. شعلت المصباح ديالي، كنلقى الزنقه عامره بالمشاش، وكاملين اللون ديالهم كحل وكبار ودايرين نفس الجلسه، وكيشوفوا فيا بحال شي اصنام. كملت المشي. المهم لقيت واحد العماره محلوله. شويه حسيت بواحد المشاه كدفعني براسها بحال لا بغاتني نطلع. ما حسيت براسي طلعت. لقيت واحد الدار، دفعت الباب، دخلت. لقيت الدار كحله
وموسخه بزاف. بديت كندور، دخلت لواحد البيت لقيت فيه واحد الصندوق صغير، حليته وانا نلقى فيه تصويره ديال وحده فيها واحد العائله متكونه من اب وبنت ومراه، وكان داك الصندوق كحل. المهم حطيته وكملت الدوران. دخلت للمرحله اللي كانت اسوأ من الدار، بقيت تنشوف كلشي مطلي بالدم وموسخ والرائحه سيئه بزاف. كانت المرايه بوحدها اللي نقيه، ما عرفتش علاش. المهم شي حاجه شدتني ليها، بقيت تنشوف في المرايه، لكن في واحد اللحظه منين حاولت نشوف على اليمين لاحظت بان وجهي كانه تيحدق فيا. كنرجع نشوف في المرايه كنلقى المرايه بحال ولات بحال شي صوره ديال وجهي. بقيت مصدوم، كنحرك وجهي كنحرك يدي والو، وجهي بقى في المرايه بحال شي تصويره. شويه بدا الوجه كيحل في فمو وبيديه بجوج، وهو كيزيد وكيوسع فمو، كيزيد حتى ولا ساد المرايه كامله وبدا كيخرج منها بزاف تاع البخوش كبار. ما عرفتش شنو داك الشيء، ما عرفتش شنو وقع. كنحس براسي بحال تشللت، ما قدرتش نتحرك ولا نهرب. بخوش كيخرج بزاف وانا واقف وكنشوف مصدوم. شويه المرايه تشققات وتهرست وداك الشيء كله طار لي على وجهي. غوت وبقيت راجع باللور حتى كنقيس واحد المراه مورايا واقفه. درت بالزربه نشوف شكون، كنلقاها مراه شارفه ومكمشه وشعرها طويل. بقيت كنحقق فيها وانا نعرفها، هي المراه اللي كانت في التصويره. وقالت لي بالغوات اش كدير هنا، اش دخلك لهنا، انت شكون؟ انا دخلت وقلت لها انا دخلت لهنا بغيت نعرف القصه تاعكم. وهي تغوت، انت مالك سوقك، اشنو اللي جابك لهنا، انت مالك فضولي، شتي فضولك غيخرج عليك. وغوتات واحد الغوته لدرجه ان كاع الدجاج اللي في ديك الدار تهرس. بدات كلها كتسيل بالدم من كاع الجسم ديالها كله وكتير، حتى بدا كيعمر الدوش شويه بشويه. وباش القضيه غادي تكفس جاو شي رجال من موراها وبداو كيضربوا فيا وكيغطسوني في داك الدم، وانا كنغوت ونضرب فيهم، كنحاول ندفع فيهم وهما كيغطسوني وانا كنغوت وسد عينيا. صافي غنموت. بديت كنتخنق وشربت كاع داك الدم، كنحس بالمذاق ديالو. كنقاوم ونعاود نتغطس شويه، صافي سخفت وغرقت في الدم، ما بقيت حاس بوالو وانا نغيب. من فقط لقيت راسي متكي في واحد الدار اللي تعجبت من انها كانت نقيه بزاف، كل حاجه في بلاصتها. بقيت شحال وانا متفاجئ من هاد الدار. كانت لفت على اليمين وعلى اليسار باش نلاحظ زعما شي حاجه غريبه، ولكن ما بان ليا والو. شويه وقفت وبقيت راجع باللور، طقست جوج ديال الرجال ما عرفتش شكون. المهم دوك الجوج هما اللي زادوا خلعوني، ما عرفتش كي ندير نوصفهم لكم. هما بيضين بزاف وكانوا طوال مني ولابسين كلشي كحل، ولكن اللي بصراحه غادي يخليني متفاجئ هو انه وجههم كيتكون فقط من فم واحد كبير. انا بقيت غير كنشوف، تجاتني القدره انني نهضر معهم. شكون نتوما؟ هنا زادت المفاجاه ملي شفت الطريقه باش كيدويو. تخيلوا معايا راس فيه فم كبير هو اللي كيدوي. الاول دوا وقال لي سميتو زعبل، والثاني كذلك نفس الاسم. بقيت كنشوف فيهم شحال على ما دويت. قلت لهم شنو المطلوب مني، انا لا جيت لهاد الدار بالضبط، شنو بغيتو مني؟ قالوا لي انت اللي شنو باغي منا، لا جاي داخل عندنا. انا بديت كنهضر وصوتي كيترعد. انا غير كاتب متخصص في الغيبيات وما وراء الطبيعه، وانا جيت لهنا باش نكتشف السر ديالكم، ولكن انوعدكم انني غادي نمشي، ما نعاودش نرجع ولا ندور بكم مره اخرى. غير ساليت الهضره ديالي. دوك الجوج ظهروا ليهم العينين في وجههم وكانوا حمرين بحال الدم، وهما يغوتوا بجوج في دقه واحده. كيفاش غتخرج من هنا؟ حنا اللي كيدخل عندنا ما كيعاودش يخرج. صافي انت جنيتي على راسك وهنا غادي تبقى. كيفاش جنيت على راسي؟ كيفاش؟ واش انا بزز عليا نبقى هنا ولا شنو؟ بداو كيدويو بجوج في دقه عاوتاني. اتمشي عنده هو اللي غيشرح لك كلشي. العماره 13 عنده فين غتلقى الجواب ديالك. انا ما بقيت فاهم والو. قلت لهم واش انا غنبقى نتنقل بيناتكم هكا؟ عند من هتصيفطوني؟ عاود شكون هذا اللي غيشرح ليا؟ وعلاش اللي ما تشرحوا لياش نتوما؟ وما يقولوا لا حنا ماشي المهمه ديالنا هذه. كيفاش؟ وشنو هي المهمه ديالكم؟ هنا فين غادي نسمع اغرب جواب. المهمه ديالنا هي نوريوك الطريقه باش غتموت. هنا انا تصدمت، ما دازش على الهضره ديالهم ثانيه وحده. بديت كنحس بحال شي موس ماضي بزاف، وكل واحد كيمسك السكين ديالو وكيقطعوا في اللحم ديالي. انا ما عارفش هذا الشيء منين جاي ولا شكون كيقطع فيا. كنحس بهم كثار داخلين خارجين في لحمي. انا ما بيدي والو، غير كنغوت. شويه بديت كل كنسيح شي ماده كحله كنحس بها خارجه من كل ضربه او جرحه في الجسم ديالي. هذا الشيء كله وانا شايفه وما بيدي حتى حاجه ما ندير، غير كنغوت من الالم، كنغوت من الندامه. اش داني نجي لهنا؟ مع اخر غوته ليا نسمعهم كيضحكوا وانا نحل عينيا، ما كنلقى فيا والو، بحال تقول كنحلم. بداو كيدويو بجوج عاود مالك وكيضحكوا. رحنا غير وريناك الطريقه كيفاش تموت، ما درنا لك والو. انا نازل في الدروج وكنفكر فين صيفطوني هادو. عماره 13 نمشي ولا ما نمشيش؟ من جهه الفضول غادي يقتلني ومن جهه الخوف غادي يقتلني. انا ما عمري عرفت راسي كنخاف هكا. انا اللي تخيلت شي حوايج وكتبت شي حوايج كانوا يخلعوا في بنادم.
هادشي كله كنهضر مع راسي وغادي حتى كنحس براسي. وقفت هزيت راسي كنلقى راسي قدام العماره 13. بقيت مده مصدوم. كيفاش جيت لهنا وانا ما عارفش هاد العماره فين جات وعلى شحال؟ عاد تحركت، اختاريت انني نرضي الفضول ديالي ونطلع. بديت طالع، لقيت الباب محلول. دخلت الدار نقيه بزاف والموسيقى ناقصه وهادئه وخارجه من واحد البيت. حتى كنسمع واحد السيد كيعيط ليا من داك البيت. سي نزار الكاتب ديالنا، دخل مرحبا بك. طليت غير بشويه وانا خايف لا نشوف شي منظر كفس من اللي قبله. لا ما يمكنش، هذا راجل طويل عريض عادي لابس بيجامه وشاد واحد السيجاره في يديه. سلم عليا وطلب مني نشاركه في الجلسه. انا بقيت غير ساكت ما فهمت والو. هو يقول لي انا يعقوب، كنت في العسكر شحال هذا، مت قبل ما نخرج تقاعد وجيت سكنت هنا في هذا المجمع. صراحه عايش واحد الراحه لا توصف. وانت دابا يعجبك الاقامه معنا هنا؟ كيفاش؟ اشنو كتعني؟ على انا غنبقى عايش هنا ما غاديش نمشي؟ واش انا وليت ساجين هنا؟ هو يقول لي انك تمشي هذه مستحيل، ولكن ما تخافش يعجبك الحال هنا. حتى هادو اللي ساكنين معنا هما عزاز وانت غيعجبوك وغتعزز عليهم، ويمكن راك تلاقيتي بشي وحدين منهم ومازال الخير تبارك الله. حنا هنا عايشين كاملين في راحه. ودابا تجي تشكرني؟ هكا جاوبني. انا صافي جمدت في بلاصتي، بقيت كنشوف بحال لا تقولوا تقبلت الموضوع. وانا نقول ليه شنو المهمه ديالك انت وشنو غادي توريني السي يعقوب؟ ويقول لي عقلتي على الشفار محمد، هو كما قال لك ما بقاش قادر انه يزيد يعيش معنا، مكلخ. حنا درنا معاه بزاف وفتحنا ليه ابواب السعاده، الفلوس اللي يتمناها كتجي. انا المهمه ديالي نوريك كيفاش هو مات، حيت فاش تلاقيتي انت وياه هرب وخلاك. وهو كيهضر وكيشرح لي واحد الشرجم حداه. شوفي هو غيوريك كل شيء، شرجم عادي ولكن بحال كنشوف شي فيلم. بان لي المشهد فاش يلاه تلاقيت بمحمد اول مره وخلاني وهرب. غادي كيجري قرب ويخرج شويه ويتقسم على 3. او كيفاش بحال شي حاجه ما كتبانش سمعته في اقل من ثانيه. كيبان لك السرعه باش كان غادي باش تفرق. اكفاس موتى شافت عينيا. انا بقيت كنشوف حتى كنحس بيعقوب كيقول لي نزار صافي مش هاد رساله والسيد راه مات دابا، ودابا ولا واحد منا دابا. وانا شنو غندير؟ كنهضر وانا كلي كنترعد. قال لي انت دابا غير هبط من عندي وكيما جيتي عندي غتمشي عند داك اللي كيتسناك. المهم نزلت من عنده، لقيت الشارع عامر بالمشاش كلهم كحلين ومصافين بحال لا مصوبين لي الطريق باش نتبعها. بقيت تابع الصف ديالهم غادي حتى كنلقاه كيسالي قدام الباب ديال واحد العماره. بقيت كنشوف شنو كيتسناني هنا عاود، شكون غنلقى وشنو غنشوف. المهم طلعت وتميت غادي مع الدروج، والو ما كاين لا بيبان لا حتى حاجه. غادي طالع حتى لاخر طبقه، لقيت باب دقيت فيه وهو يحل لي واحد الراجل. سي نزار الكاتب الكبير ديالنا، دخل مرحبا بك. انا ما قلت والو، دخلت موراه وجلسنا في واحد الصالون. لقيت محطوطه شي ماكله وشي مشروبات عمري شفت بحالهم. المهم بدا السيد في الهضره اللي هو سميتو عزيز. شحال من فرصه جاتك نزار باش تهرب؟ 3 ولا 2 لحد دابا، ولكن انت بقيتي تابع الفضول ديالك، باغي تعرف كل شيء، باغي تفهم كل شيء. ولكن مزيان هادشي. ها انت نيت بقيتي تابعو حتى غتجيبها في راسك. وانا نقول ليه دابا علاش كتقول لي هاد الهضره؟ جيني نيشان وقول لي شنو المهمه ديالك انت، شنو غتوريني ولا شنو غدير فيا، شنو باغيين مني؟ هو يضحك ويقول حنا ليش باغيين منك؟ شكون اللي جا ودخل على الاخر، حنا ولا انت؟ دابا هادشي ما بقاش هام. اجي نبدا لك من الاول. انا هو المهندس عزيز، انا اللي تبنيت هذا المشروع وممكن تقول انا اللي بنيته. هاد البلاصه اللي كتشوف دابا فاش جينا ليها اول مره كانت عباره عن حطام شي مردوم فوق شي، ما عرفناش واش كانت مقبره ولا شي بلاصه. كنا كنلقاو الناس كيجيو يزوروها ويتبركوا منها بزاف. المهم حنا في البدايه ديال المشروع لقينا بزاف ديال الصعوبات باش نقنعوا الناس انهم يخليونا نبنيو المشروع ديالنا. وكما انت عارف اي واحد عنده شي بلاصه كيسترزق منها ما كيبغيش يطلقها. هذا هو الحال ديال واحد السيده اللي ممكن تقول انها شوافه او دجاله كانت محتله المنطقه. وبطبيعه الحال حنا ملي جينا لهنا كنا كنمثلوا ليها عائق كبير. شحال وحنا معاهم في المشاكل، حتى لواحد النهار اللي ممكن تقول سلطات علينا واحد اللعنه. حنا ما ديناهاش في داكشي اللي لقينا مرمي على الارض والحيوط. المهم سالينا البني سال المشروع حتى بدات الاعراض ديال اللعنه. كاع العمال اللي كانوا هنا وانا منهم بدينا كنقتلوا في بعضياتنا. والمشكل بحال تقول غير كنضحكوا وكنلعبوا عادي. كتهز موس وتذبح صاحبك وانت كتذبح فيه والامر عادي. كنا كنحسوا بحال شي واحد اللي مسيرنا. حنا ما بيدينا ما نديرو غير كنفذوا داك الشيء. بقات اللعنه مستمره. توقعت اخر جريمه اللي انت بسببها معنا دابا. وانا نقول اذا الناس ما كذبوش ودوك الاشاعات اللي كانت على هذه الجريمه بصح،
وهادشي اللي استنتجت انا والدهشه باينه على وجهي. هو يقول ايه حنا كيف ما كتشوف باقين على الهيئات ديالنا، وهما الاغلبيه ديالهم كيفضلوا الهيئه ديال المش بلا ما تخلع. بصح داكشي اللي في دماغك كاع المشاش اللي شفتي في الشارع راه هما هادوك، ممكن تقول كيتسناوك تسالي الدور علينا باش يرحبوا بيك. انا بقيت غير كنسمع طوال هاد الزياره الاخيره، مندهش من هاد الحقائق اللي سمعت، ولكن على حسب ما فهمت انا نتوما اللي دخل لهنا كتقتلوه باش يولي منكم. وعلاش انا عطيتوني الحق باش نعرف هادشي كله عليكم؟ ويقول لي انت كاتب وبالتالي كيفاش بغيتي تكتب علينا وانت ما عارف علينا والو؟ كان خاصك تفهم اي حاجه كبيره ولا صغيره. ونزيدك باش تكمل القصه ديالك، انا هو المسؤول على هادشي كله اللي وقع هنا، يعني انا المتهم الرئيسي، حيت انا كنت عارف الحقيقه ديال المكان وخبيتها. ولكن علاش انا بديت وما وقع ليا والو؟ الناس عندهم واحد السلاح اللي ديما خارج عليهم واللي نتوما كتسميوه الفضول. كما قلت لك انت غتكتب القصه ديال الناس وغيبغيو يكتشفوا يعيشوا المغامره، وبالتالي ها حنا جبنا ضحايا جداد. انا تصدمت، بغيت نهضر وهو يسكتني. صافي سالينا، المهمه ديالي سالات دابا. انت غتمشي لدارك وانت عند بالك راك خرجتي من الحي، ولكن انت لا. هبطت من العماره نفس المنظر ديال المشاش، مطراسي ليا الطريق اللي غنتبع، ولكن هاد المره كانوا كيشوفوا فيا بحال تقولوا كيضحكوا معايا ومتبعيني بعينيهم. وصلت للدار ديالي ما حليت الباب حتى كنلقى المراه ديالي وبنتي تلاحوا عليا كيعانقوني وكيبوسوا فيا فرحانين. انا تعجبت لانه بالنسبه لي انني غبرت غير نهار، ولكن غنكتشف انني شهر وانا غابر عليهم. المهم دخلت، واصلا انا جيت للدار غير باش نكتب. عييت جلست تنكتب وكنعاود كلشي كيف ما هو. شويه كنحس بمرتي دخلات. نزار مالك شحال هادي وانت غبرتي؟ ودابا ملي جيتي وانت غير كتكتب؟ ما عرفت شنو ملي جينا سكننا هنا وانت مبدل. عرفتي كون ما هاد الجيران الجداد ديالنا، وكون ما السيد يعقوب اللي قابلنا وقابل الطلبات ديالنا، كون حنا ضعنا. انا وقفت مخلوع. شنو كتقولي؟ كيفاش جيران جداد؟ ومني كتعرفي يعقوب؟ مشيت كنجري للشرجم، طلعت كنلقى راسي ساكن في عماره وسط داك الحي الملعون. ما بقيت فاهم والو، ما حس بوالو. اصلا راه قالها ليا، قال لي راك ما غاديش تخرج. بقيت ساكت وكنشوف تما. فهمت باللي انا راه ميت من نهار دخلت للحي. انا دابا كنكتب لكم هذا الشيء وانا ميت. ما عرفتش كيفاش غادي يوصلكم، ولكن انا متاكد انكم غادي تقراوها، انكم غادي تسمعوها وغتجيو لعندي وغادي تلقاوني وغادي نرحب بكم.